مرحبا بكم من جديد في القناة. الحلم مستمر والقصة تزداد جمالا. منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يفعلها مجددا بعد الفوز المثير بهدفين مقابل هدف على كوريا الجنوبية في دور 16. أشبال الأطلس الآن على موعد مع التاريخ في ربع نهائي كأس العالم للشباب بتشيلي ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. مواجهة نارية بكل معنى الكلمة. فلنغوص معا في تفاصيل الرحلة وكيف وصل المغرب إلى هنا، وما الذي ينتظرنا أمام المنتخب الأمريكي. أولاً، دعونا نتحدث عن هذا الفريق الرائع. في الدفاع، الاسم الذي يفرض نفسه هو معمر. يا له من أداء، صلابة، تركيز وقيادة تجعل كل من حوله أكثر ثقة. كل مرة يكون فيها معمر على أرضية الملعب تشعر أن الدفاع المغربي حصن لا يخترق. أما في الهجوم فلدينا الثنائي المرعب ياسين جاسم والزبيري. ياسين بجناحيه الناريين يخلق الفارق بتحركاته ولمساته السحرية. قد لا يكون برز كثيرا في المباراة الماضية، لكن صدقوني المباراة القادمة أمام أمريكا ستكون مسرح تألقه. يمتلك المهارة والسرعة والثقة بالنفس، وإذا دخل في الإيقاع بإمكانه أن يغير مجرى المباراة في لحظة. والزبيري ذلك المهاجم الذي يولن في المكان المناسب دائما، حسد تهديفي لا يعلم وعين لا تخطئ المرمى. إذا تواصل الثنائي جاسم والزبيري بنفس الانسجام الذي رأيناه في بداية البطولة، فالدفاع الأمريكي في ورطة حقيقية. لكن لنتحدث بصراحة، منتخب الولايات المتحدة لأقل من 20 سنة ليس خصم سهلا. قادمين بثقة كبيرة بعد فوزهم العريض 3-0 على إيطاليا، ويمتلكون فريقا متوازنا سريعا وضاغطا. يعتمدون على الضغط العالي والتحكم في وسط الميدان، ويحبون اللعب عبر الأطراف وصناعة التفوق العددي. خطيرون جدا في الكرات الثابتة والهجمات المنظمة، وإذا منحتهم مساحة سيعاقبونك فورا. فما الذي يحتاجه المغرب للفوز؟ السر في الانضباط الدفاعي والبقاء مركزين أمام سرعة الأمريكيين وكراتهم العرضية، ثم الارتداد السريع، فالهجوم المرتد سلاحنا القاتل. نقل الكرة بسرعة بعد استخلاصها قد يكون مفتاح الهدف المنتظر. وأخيرا، الثقة في روح الفريق. هذا المنتخب المغربي يمتاز بالانسجام والوحدة، وتلك هي قوته الحقيقية. إذا حافظ اللاعبون على التوازن بين الانضباط والإبداع فالنصر ممكن، بل قريب جدا. توقعاتي: مباراة قوية، صعبة، مليئة بالإثارة، لكن بثقة أقولها: المغرب قادر على الفوز 2-1 مرة أخرى. وأنتم، ما توقعاتكم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، اضغطوا لايك دعما للأبطال، ولا تنسوا الاشتراك لمتابعة كل جديد عن منتخب المغرب تحت 20 سنة.